السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده طاجن بطاطا الحلوه بطريقه سهله وبمقادير سهله. يا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. اول حاجه بنجيب بطاطا بالكميه اللي انت عايزاها، بننقعها كويس في الميه ونغسلها كويس عشان ننزل منها اي طينه. انا كده غسلاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقشرها بقى، انا هقشرها بالمقشره وهرجع لكم عشان نشوف احنا قشرناها ازاي. انا كده خلاص قشرت كمية البطاطا اللي موجودة عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المكونات بقى: سكر حسب الرغبة في حدود كوباية، نص كيلو لبن، قشطة بلدي. لو ما عندكيش قشطة بلدي ممكن تجيبي اللبن وتغليه وتسيبيه في التلاجة وتاني يوم خدي وش اللبن، بيبقى حلو برضو. بنجيب طاجن ونقطع البطاطا بالشكل اللي احنا شايفينه ده حلقات، ما بتكونش رفيعة. هقطعها كده زي ما احنا شايفين. هقطع كل الكمية اللي عندي وارجع لكم تاني. انا كده قطعت خلاص البطاطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها في الطاجن. انا هعملها في الطاجن، عايزه تعمليها في اي صينيه مفيش مشكله. بنجيب اللبن كده وهنحط عليه السكر حسب ما انت عايزه، دي في حدود كوبايه. هندوب السكر مع اللبن بالمضرب. هحط عليهم معلقه قشطه، هنحط كده معلقه قشطه كبيره على اللبن والسكر، وهندوبهم كويس مع بعض. هنفضل كده نقلب في اللبن لغايه لما السكر يدوب معانا. بعد ما السكر بيدوب معانا لازم ننزل باللبن على البطاطا. لازم اللبن يغطي وش البطاطا علشان البطاطا هتستوي في اللبن. احنا طبعا مشغلين الفرن بيكون سخن معانا. كده خلاص انا دوبت السكر مع اللبن، هننزل بيه على البطاطا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم اللبن يغطي البطاطا عشان البطاطا تستوي. بنسويها كده بالشكل اللي احنا شايفينه. هنحط على وش البطاطا علشان تعمل لنا جراتان وتدينا شكل حلو وطعم حلو برضو. هنحط عليها قشطة، بناخد كده من القشطة بالمعلقة ونوزعها كده على وش البطاطا. القشطة هي اللي هتعمل جراتان للبطاطا. بنوزع كده القشطة زي ما احنا شايفين. انا خلاص كده وزعت القشطة على وش البطاطا. هحط عليهم معلقتين سمنة، بنوزع كده معلقتين سمنة برضو على الوش، بتدينا طعم حلو وبتدينا جراتان. بعد خلاص ما حطيت كده معلقتين سمنة كبار على وش البطاطا، احنا طبعا مجهزين الفرن ومشغلينه على اعلى درجة حرارة. بدخلها الفرن لمدة ربع ساعة، هي ما بتاخدش وقت معانا. وده شكلها بعد ما طلع معانا الجراتان ده من القشطة ومن السمنة اللي احنا حطيناها، وطعمها جميل جدا وشكلها زي ما انتوا شايفين كده، ومستوية جدا برضو، ومحتاجناش ان احنا نشويها ولا نسلقها ولا اي حاجة. بصوا مستوية معانا جامد ازاي، وفيها كمان صوص من اللبن، ما هياش ناشفة. يا رب يكون طاجن البطاطا عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.